الحته اللي انت عايز تفتح فيها ثوره وتركز في الثوره. الميه هتحرك الرمله وتشيلها تقلها وتطلع الفراغ، انت مش هتشيل. احنا في السد العالي كنا بنشيل، كنا بنودي الميه ونحطها على الجبل، وبعدين تنزل الميه بالجبل على الحوض وناخد الميه بالخريطه بتاعتها نوديها لبيت السد. احنا هنا لا، احنا هنا بنودي الميه عشان تحرك وتشيل بنفسها ذاتيا بتاع القناه. وبعدين المناقشه خلتني اقول لهم ده قانون نيوتن الثاني في الهندسه. الفورس تساوي الماس في في 1 ناقص في 2. الفورس اهي الماس وزن الميه في في 1 اللي هي السرعه طالعه من البسبوري، وفي 2 اللي هي صفر اللي عند الساكن. وبعد كده الميو بتاعت الانهيار تساوي الفورس اللي طالعه من المعادله الاولانيه على الاريا بتاعت الميه اللي هتخبط في الساكن الترابي. فلازم نازل اسمها نظريه المخلوق قانون نيوتن الثاني. فمن ناحيه انها ما تفتحش لا هتفتح فيها هندسه، من ناحيه انها ازاي سهله. طرمبات مصر انتوا عندنا في السد العالي طرمبات دي منجرب فيها. وبعدين احنا الضغط الجوي الحد الادنى ليه ممكن من 12 ل 13 14 جوي يفتح ويفتح بسهوله. دي الميه في الرمله بتبقى زي السكينه في الجبنه، عمليه تتغير من السهوله. الكلام كله قائد الجيش سمع، راح قائد انا عايز الكلام ده يوصل هيئه عمليات النهارده. راح قائد هيئه عمليات كان حظ الفكره حظ الشيء ان اللي رد عليه هيئه عمليات كان اللواء ممدوح جاد كفايه، كان نائب رئيس هيئه عمليات، وده كان قائد الفرقه 19 قبل سعد زغلول. هو القائد بتاعنا وعارف صفات الفرقه. قال له مين اللي معاك؟ فبقول لي انت اسمك ايه؟ قلت له مقدم مهندس باقي ده فلوس. فرد علي قال لا ده ما بيهزرش، ده يجيني من دكتور فلاني ويقول له قائد الجيش راح. قال له لا الولد ده ما بيهزرش، ده يجيني. خدت عربيه قائد الفرقه اهلا يا ولاد ازيك اهلا كيف يا ابني؟ قلت هم طرمبات مصر كاس تسحب الميه من القناه، هي طرمبات مثبته على دوائر خفيفه تضخ الميه من خلال بشبور على السفر الترابي اللي موجود قدامنا على طول، لازم زي السواده في المدفعيه وبميل 80 درجه، يعني اكتر من كده ما ينفعش. هتنزل الميه بالرمله وزنها ذات نسبه الرمل للميه 50%. احنا في السد العالي كانت 5 ل 10%. هنا انظر عمليه تجريف، وهي مش تجريف علميه، دي عباره استغلال قوه الميه المندفعه في تحريك ونقل الرمله الى قاع القناه. سمع فكره وكان عارف ان انا يعني اسمع المقبره بتاعه قال كده، خبط ايده على البنور، البنور على المكتب الازاز والله كان هيكسرها. قال لي هي يا ابني ما فيش كده، ايه العك اللي بتعمله؟ تربيت بنجلوط فيهم فرحات ايه وهم ايه؟ هي ما فيش الا كده. قلت له انا قلت لهم شوف ربنا حكوا المشكله بتاعت احنا قال لي معاك يا ابني. ابتدى يناقش ويعمل وكله. راح طلب مني رئيس هيئه العمليات كان اسمه اللي هو نور، قال له انا عندي ضابط من بتوع فرقه 19 بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، وانا بقول لسيادتك هي ما تجيش الا كده. الكلام اللي بيتعمل او التجارب اللي بتتعمل دي ما تنفعش، هي ما تجيش الا كده. قال له طب ابعتوا المدير المهندسين يقول له كده. فقال لي تروح مدير المهندسين كان اسمه اللي هو جمال محمد علي. قال لي تروح له وتجيني يا باشا. حاضر رحت، كان هو في المجمع في السادس. رحت له قالوا له في مقدم من فرقه 19 بعد هيئه عمليات نساء. انا عارف مين هي دي الحكايه. قلت له كذا وكذا وكذا طرمبات مصر تتحط على دوائر خفيفه تسحب الميه تخلصها فوق البتاع كبير على الساتر الترابي، هتنزل الميه الرمله مع استمرار تدفق الميه على الساتر الترابي في المكان اللي انا عايز افتح فيه ثاره، يتم فتح الثاره بعمق الساتر الترابي بالعرض اللي انا عايز افتح في وقت ساعتين اكل بثلاثه اكل على حسب ما احط طرمبات التسويق.
مين كان معاك من إدارة المهندسين؟ أنا ضابط مكتبات. قلت له فلان وفلان وفلان كان منهم عقيل اسمه شريف مختار، مهندس درجة أولى. شريف كان حظ كويس إنه بيشتغل في إدارة المهندسين في فرع عمل تحمل. يا شريف تعال، جه شريف شاف أهلا إزيك بقى إزيك أهلا وسهلا. قال له اسمع بيقول إيه؟ قلت له الله طب ما تتجرب إحنا كنا فين؟ قال تربية البنطلون إيه عايزين معلومة بكرة؟ لا يا فندم تتجرب، ده احنا شايلين الربع كل الرمله اللي في السد الحالي شايلينها بالتجهيز، ما تتجرب. وبعدين الترمبات هي موجوده، وبعدين الترمبات ما سكتش عاديه في الشغل، ده احنا مش عايزين ضغط عالي قوي، ده 13 جو تنفع، ده مش عارف ايه ده. شريف ثبت تماما احتمالات النجاح التجربه. اي حاجه دي متشكله، انا لما بشتغل كانت عليا وقلت له حكيت له القصه كذا 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 كذا. فطب يا ابني ارجع طلع بتاعه. انا الموضوع اللي لسه موجود الجيل فيه وشوف نظريه قانون نيوتن والحسابات ومش عارف ايه، ولو كان الترومبا لو كان مش عارف ايه، بظبط نفسي لو كذا ساعه لو كان مش عارف ايه. رحت رايح على وزاره السد العالي، كانت كده شعراوي قدام الصلاه تخش في كنت عارف ان بتاعكم متنطط رحت هناك قابلت الناس عايزين منكم حاجات اللي كانت بتطلع ايام السد العالي من النشرات والحاجات دي كلها. دخلت مخزن كل ما يتعلق بالتاريخ واستخداماته خدته. اخرج من كده خدتها كلها، حطيتها في العربيه الجيب بتاعتنا وحطيتها على التكييف. راح في عمل في كانت الساعه 7 المكتوب حصل كذا في العمليات وكذا في بنك المهندسين ورجعت العمليات وبعدين رحت وزاره السد العالي جبت منها الحاجات دي كلها. هاتوا اللي قاعد يقرا ويشوف فيها ويقرا الكلام اللي يعني صار يلاقي ممكن تعمل تأليف صغير، بس بلاش قانون نيوتن وبلاش الكلام ده عشان خاطر ايه؟ يبقى سهل تتكلم حاضر. طول الليل اشتغل طبعا لان الموضوع خلاص وانا معايا بيانات وجاي من وزاره السد العالي كلام وبتاع، قعدت احضر التأليف بحيث ان انا طلعته بصفحتين ونص تقريبا. خلصت اشتغل فيه واحنا عندنا زمان كانت آلة كاتبة ومكنة وحاجات زي كده الكلام كله. على الساعة 9:30 كان طالب من الثاني. كان التاريخ. كنت زي ما قلتليش عايز أنت علاني. رحت رايح ضابط مش عارف لأنه ما نامش قاعد بالعلم جاي شغال عادي جدا ولا حاجة. قال لي أنت كده؟ قلت له ما أنا عايز أشتغل. أنا عايز تقريبا دلوقتي. قلت له أنا خلصت كورس فنية بس لسه ما اتكتبتش عنه. قال لي اتكتب عنه. طب سامح عايز يقول بسرعة زي ما أنت قلت لي. يعني جمال عبد الناصر بيعمل اجتماع دوري لقادة التشكيلات والفرق اسبوعي تقريبا، تحدد ميعاد الاجتماع وانا هشرح فيه الفكره بتاعتي. طبعا انا مش محدد ومش عارف ايه، كنت مدرب على الجيش امبارح وبقيت على الرجال. جمال عبد الناصر كان على طول كان يوم قعدت اكتب على المكنه ويكتب ويعمل ويطلعني وعملنا التقرير على 2.5 ساعة. كان خالص التقرير. كتب التقرير يتقدم ويقولوا خلوا عليه عمل يكتب ورقه صغيره بتوع ورقه صغيره حاطط ورقه كده طلبات نص الكاس كل دفاع كبيره تدفع على الميه ومشكلات دشبوري على ساتر التراب الموجود قدام الارقام ب 180 درجه. هتحرك الميه فوق اندفاعها، هتحرك الرمله هتنزل كلها الى القاع مع استمرار تدفق الميه على الحته اللي عايز فيها. هتفتح عمق ساتر التراب ولا عرض الميه